الشباب دول حيخلوا شغلكم يوصل للناس ويتباع وانتوا قاعدين في بيتكم. ده محمد صديق وده يوسف محمد وده باسم العقيل، والثلاثة شباب دول كانوا قاعدين سوا وفجأة جاتهم فكرة، ليه ما يكون عندنا تطبيق سوداني موجه للأسر المنتجة عشان تعرض فيها منتجاتها والناس تشتري منها، وكمان التوصيل يكون من شباب سودانيين. فعملوا تطبيق زينة. تطبيق زينة ده تطبيق للأسر المنتجة اللي بيقدروا التجار والتاجرات يعرضوا شغلهم فيه، من جلاليب لثياب لإكسسوارات وبخور وعطور. تطبيق زينة حاليا شغال في مصر وبيعرضوا فيه تجار سودانيين وسودانيات، وحتى التوصيل بيكون من شباب سودانيين. شعارهم يا زينة حبابك كل شيء يجي لبابك. صراحة التطبيق فكرته حلوة لأنه بيجمع التجار من انستغرام وواتساب وغيرها من التطبيقات كلها في منصة واحدة، كمان بيتكفل هو بالتوصيل. ده غير انه استخدامه سهل شديد، يعني بتدخل التطبيق بتشوف الحاجات المعروضة أو بتضغط على كل الحاجات هنا. فشكرا لكم يا شاب، لأنه حقيقي الفكرة دي حلوة وجديدة وفعلا بتفيد الأسر المنتجة.